تفتكر انهي احسن، اركب شباك الموتيل على حلق زفر ولا على المحاره احسن؟ ما تيجي نبص على الاثنين واقول لك مشاكل وعيوب كل واحد فيهم، وعلى اعتبار ان احنا ثبتنا على حلق خشب زفر ده اكيد هيكون امتن واقوى، بس مع الاستعمال ومع العمر هتلاقي الحلق الخشب نفسه بينكمش ويتمدد مع العوامل الجويه. وما تنساش كمان ان الشباك نفسه معرض للامطار، فاكيد لو في ميه جت على الخشب نفسه هينفش ويبوظ. طيب لو الحلق اتمدد ونفش وباظ ايه اللي ممكن يحصل؟ طبيعي هيضغط على حلق الموتيل اللي متثبت فيها، وهتبدا تلاقي الضرفه بتزيق او بتحك ومش بتفتح وتقفل مظبوط. اكيد انت شايف الحل ده وحش ومش عملي خالص، فتعال نروح للي بعده. هنثبت الشباك بتاعنا على المحاره على طول، بس انا دلوقتي عندي مشكله، الفتحه نفسها معموله من الطوب الاحمر الطفلي الخفيف. اول ما اجي اركب المسمار بتاعي في الطوب هيفوش ويقع والحلق يرجع يتلخلخ ويلعب معاه. طيب ما ده وحش وده اوحش منه، ايه الحل دلوقتي؟ انك تثبت على حلق خشب زفر، ده حل كويس جدا والافضل في حاله واحده بس، ان الشباك نفسه ما يكونش في مكان معرض للامطار. لكن لو الاوبشن ده مش موجود فاحنا خدنا القرار ان احنا هنثبت دايركت على المحاره، فيتاكد ان اكتاف المباني بالكامل والفتحه من الطوب الاسمنتي المصنع عشان يتحمل معاك وزن الشباك ووزن ظراف الالموتال. ولو هتركب قطاع كبير من الجامبو يا من الاول تعمل حساب. مش بس كده، انت هتبني على طوبه كامله مقاس 25 سم. اللهم بلغت اللهم فشل. انا محمد طار وده كان فيديو النهارده، سلام.